أهلا بيكم في وراء القصة مع منا. هنا بنفتح ملفات غامضة وجرايم مرعبة وقصص ناس لحد النهاردة محدش فاهم حقيقتها. لو بتحب الحواديت يبقى جه الوقت تسمع القصة معانا. تخيلوا معايا بيت شكله عادي جدا من بره، واجهته بيضة وشبابيكه كبار على شكل نص دايرة، معمول على البحر وجو حواليه هادي. بس الحقيقة ان البيت ده وراه حكاية سودا، مليان دم ورعب وغموض، وعشان كده العالم كله عرف باسم بيت الرعب في امتيفال. القصة النهاردة عن عائلة ديفو. الحدوتة بدأت يوم 13 نوفمبر سنة 1974 لما واحد اسمه رونالد ديفو الابن وعنده 23 سنة دخل البيت اللي ساكن فيه مع أبوه وأمه وأخواته الخمسة، وكان ماسك في إيده بندقية صيد. واللي حصل هنا كان صدمة. الولد ده قتلهم كلهم وهم نايمين، أبوه وأمه وإخواته، 6 جثث مرمية في السرير. الناس وقتها ما استوعبتش ازاي كله نايم في أمان ومفيش حد حاول يجري أو يدافع عن نفسه. كله كان على السرير كأنهم مخدرين أو نايمين بعمق. رونالد اتقبض عليه وقال في التحقيقات كلام غريب. مرة يقول كنت بسمع أصوات بتقول اقتلهم، ومرة تانية يحاول يبرر انه زهق من تسليط ابوه، لكن مهما قال الجريمة فضلت لغز ومرعب. بعد ما اتقبض على رونالد ديفو الابن التحقيقات قلبت الدنيا. الشرطة كانت مش مصدقة ازاي قتل 6 اشخاص في بيت واحد بندقية صيد من غير ما حد فيهم يقوم او حتى يحاول يدافع عن نفسه. التحقيقات قالت ان الطلقات كانت عالية جدا والرصاص يخلي اي حد في الشارع يسمع، بس الغريبة ان الجيران ما سمعوش حاجة. لكن بعد الجريمة بسنة كاملة البيت اللي حصل فيه الجريمة اتباع لعيلة اسمها لوتس، جورج ومراته كاسي ومعاهم 3 عيال صغيرة. البيت كان سعره مغري جدا رغم ان فيه 6 جثث اتدفنت من شهور، بس هم قالوا احنا مؤمنين ومش بنخاف. بس من اول يوم دخلوا في البيت والرعب بدأ. جورج الأب بقى يحس ببرود غريب في البيت كله رغم ان التدفئة كانت شغالة. كان بيصحى كل يوم الساعة 3:15 كل يوم في نفس الوقت على الفجر، وده نفس وقت الجريمة اللي رونالد قتل فيها أهله. ريحة غريبة ومقززة كانت بتظهر فجأة في الأوضة من غير أي سبب. إنما بقى كيسي واللي هي الأم بدأت تحلم بكوابيس متكررة، وكأنت بتشوف صور للجريمة قدامها كأنها بتحصل تاني. العيال بدأت تتصرف بطريقة غريبة. بنت الصغيرة منهم قالت عندها صاحب اسمه جودي على شكل خنزير ضخم بعينين حمراء. البيت نفسه بدأ يتغير، الأبواب بتتفتح وبتتقفل من غير أسباب، جدران بتنزل منها مادة لزجة شبه الدم، وأصوات بقت بتملى المكان في الليل والنهار. رونالد نفسه في البداية حاول يزوغ ويقول المافيا اللي قتلت أهلي، وبعدها اتغير كلامه وقال أنا سمعت أصوات في البيت، أصوات كانت بتقول لي اقتلهم واحد واحد. الكلام ده فتح باب كبير للغموض. هل هو فعلا كان بيسمع أصوات ولا بيتحاول يتهرب من العقوبة؟ القضية وصلت للمحكمة والمحاميين بتوعه حاولوا يثبتوا إنه مجنون وما كانش في وعي وقت الجريمة، لكن النيابة جابت أدلة قوية جدا، من ضمنها إن رونالد اشترى البندقية قبل الحادثة بفترة قصيرة، وكان بيتخانق كتير مع أبوه، وكمان كان معروف إنه مدمن مخدرات وبيشرب كحول بكميات كمان كبيرة، واللي زود فكرة إنه ممكن يكون عمل الجريمة وهو تحت تأثير كل ده. المحكمة سمعت الشهود ومنهم جيران أكدوا إنهم ما سمعوش حاجة غريبة في الليلة دي، وده اللي زود الغموض. إزاي 6 رصاصات في بيت واحد والجيران ما يسمعوهاش؟ بعد محاكمات طويلة جدا
المحكمة أدانته بقتل أهله وحكمت عليه ب6 مؤبدات، يعني عمره كله في السجن. وهو لحد النهاردة كل فترة يغير كلامه، مرة يقول الأرواح السبب، مرة يقول أبوه كان شرير وكان لازم يموت، ومرة يرجع يتهم المافيا. الموضوع ده هو اللي خلى القصة مش مجرد جريمة عادية، لأ، دي بقت لغز ومرعب لحد دلوقتي.